وجبة كشري مسمومة تتسبب في مصرع طالبتين بكلية طب شقيقتين وإصابة شقيقهما وتحويلهما إلى المشفى ببني سويف. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث بجريدة وموقع أخبار السياسة والطاقة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة غرة شهر رمضان المعظم غدا إن شاء الله. حدث جلل ومأساوي لما يحدث هذه الليلة بمساكن الطيارين بمحافظة بني سويف. بنت اسمها إنجي عندها 18 سنة بكلية طب بشري، ولها أخت عندها 20 سنة بكلية طب صيدلة، ولهم أخ صغير لسه في التعليم الابتدائي. الناس دخلت عليهم فجأة، لقيتهم البنتين الشقيقتين الطبيبتين مقتولين، والولد بينازع الموت الطفل الصغير. على طول بلغوا شرطة النجدة، وشرطة النجدة أعطت إشارة فورية للسيد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف. ما كان به سيادته إلا أنه وجه مباحث المديرية باتخاذ اللازم. المباحث طوقت المكان. مديرية أمن بني سويف انقلبت رأسا على عقب، لأن ده حدث جلل. أختان يموتوا مرة واحدة، والطب الشرعي والأدلة الجنائية والبحث الجنائي كله طوق المكان بكردون أمني. لكن في نفس ذات اللحظة هرعت سيارات إسعاف ونقلت الجثتين بتاع الأختين الشقيقتين الطبيبتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لحين الصفة التشريحية وتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي عليهم. وطبعا خدوا طبق الكشري، وجبة الكشري، هيحللوها ويعينوها في المعامل لما يشوفوها مسمومة من عدمه، لأن كده يعتبر فيه شبهة جنائية. التحريات المباحث شغالة علشان يعرف الموضوع ده جه مناه وراح فاه. كاميرات المراقبة بيسألوا الجيران في كل مكان. موضوع كبير، وبكرة أول يوم رمضان، وبنتين يعني لا حول لهم ولا قوة، أخوهم كان هيموت لكن له أجل لسه لحد دلوقتي حالته حرجة بالإنعاش. الله يصبر أمهم وأبوهم وزويهم. شعب بني سويف كله حزين على هذه المأساة التي حدثت، لأنها مأساة يعني آه، حقيقة تقال مأساة كبيرة جدا. في نفس ذات السياق، أجهزة الأمن جالها اخطار إن فيه ست مسنة بلغت من العمر عتية 70 سنة، عثر عليها مخنوقة ومقتولة ومبتور إيدها بغية السرقة. ناس دخلت عليها عشان تسرقها، فطبعا قطعوا إيدها، كانت الست شدت معاهم ولا قامت معاهم وخنقوها. على طول برضو تم إبلاغ السيد مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، وجه سيادته باتخاذ اللازم، وجاري التحريات ومراجعة كاميرات المراقبات ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على هذه المأساة ومعرفة هؤلاء الجناه المجرمين. يعني حقيقة تقال إن محافظة بني سويف هذا اليوم زي ما حضراتكم شايفين الحوادث اللي فيها، مسن عندها 70 سنة يعثر عليها مقتولة وإيدها مبتورة علشان خاطر السرقة، واتنين دكاترة لسه شباب في مستهل العمر، بنتين شقيقتين وأخوهم يلاقوهم ميتين بسبب وجبة الكشري. حدث جلل يعني، وحدث كبير. القتل والقتال مش هيبطل لحد القيامة ما تقول. القتل والقتال مش هيبطل لحد القيامة ما تقوم. وده من عهد يعني أولاد آدم عليه السلام، قابيل لما قتل هابيل. والناس يعني ما تعرفش بينها وبين الناس لما دولة بنتين اتعلموا واتصرف عليهم يعني فلذات الأكباد، وفي الآخر كده يموتوا بين لحظة أو تكاد، وأخوهم كمان. على عامة يعني التحريات شغالة، وما نقدرش نجزم إن هم سموا ولا ما سموش إلا بعد ما تطلع تحريات والطب الشرعي يكشف عليهم. وطبعا معامل التحاليل الطبية كل حاجة هتبان على حقيقتها. إن شاء الله نسرد لكم هذه الحكاية بس لما تبان التحقيقات إن شاء الله.
نأمل من السادة المشاهدين والمتابعين الأجلاء الاشتراك على قناتنا المتواضعة قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب علشان يصلكم إشعار بالحلقة فور نشرها. نحبكم بالله، وشاركوا الفيديو وادعوا لهم بالرحمة والشفاء العاجل للصغير. بنا وبكم يتجدد اللقاء في أمان الله.